يخرب الرجل بها بيته، فما هم؟ الابتعاد، الإهمال، القسوة، والبخل. وأربعة تخرب بها المرأة بيتها، فما هم؟ العناد، العصبية، الشك، ورفع الصوت. الدعاء الذي جعل السماء تمطر ذهبا لمن دعا به، وذكر في القرآن الكريم: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دعاء أيوب عليه السلام عندما دعا به استجاب الله تعالى له، كشف عنه الهم والغم والضر، وأمطرت له السماء ذهبا. أخذ أيوب عليه السلام الذهب في ثوبه، فناداه ربه: ألم يكفيك ما أعطيناك يا أيوب؟ فقال أيوب عليه السلام: إي ربي، ومن يستغني عن فضلك؟ ما هو الحيوان الوحيد الذي لا يموت؟ هو قنديل البحر المعمر، ولا يموت إلا إذا تم افتراسه. ما هو الطائر الوحيد الذي لا يلد ولا يبيض؟ هو الخفاش. ما هو الحيوان الذي يستطيع أن يقتل الجن؟ هو الذئب. ما هو الكائن الحي الذي قلبه في رأسه؟ هو الجمبري. ما هو دعاء الهم والحزن الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا دعاء ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بهذا ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وهذه من دعواته العظيمة صلى الله عليه وسلم الذي رواها مسلم. من هو الصحابي الذي اشترى الجنة 3 مرات؟ هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، عندما نادى النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى: من يشتري بئر روما فله الجنة، فاشتراه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان صاحبه يهودي فجعله وقف المسلمين. في المرة الثانية عندما وهب أرضه لتوسعة المسجد الحرام. وفي المرة الثالثة عندما نادى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجهيز جيش العسرة، فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغلى كلمات سمعها عثمان رضي الله عنه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. 7 أشخاص لا يؤتمنون، فمن هم؟ من لا يخاف من الله لا يؤتمن، ومتصنع الود لا يؤتمن، وناكر الجميل لا يؤتمن، وكاسر الخواطر لا يؤتمن، وفاضح السر لا يؤتمن، ومن لا يأتيك إلا في وقت فراغه لا يؤتمن. وإن لم تحضر من هؤلاء فأنت على نفسك لا تؤتمن. دعاء سماه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنز. قال: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز أنت هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.